السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وصفة النهاردة ان شاء الله هي البطاطس المحشية لحمة مفرومة زي ما انتم شايفين. حاجة كده بسم الله ما شاء الله، يعني تفتح النفس، وكمان اقتصادية وسهلة، وما بتاخدش لحمة كتير، وفي نفس الوقت لذيذة وطعمها حلو، وتقدري تاكليها كده بعيش، او تعملي جنبها رز، تعملي كده مكرونه. طبعا دي حبيت اكسرها، طارت مني كده لان واقفه لوحدها والطبق كبير. بس هي يعني زي الزبده كده بالظبط، وكمان طعمها جميل، طعم المفروم المتعصج. عطيها كده يعني تستعالي. وبعدين يعني ما بتاخدش لحمه كتير، زي ما انا قلت هي تقريبا بتاخد 200 جرام لحمه مفروم. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. انا هقول لك، هي برضو يعني مش غاليه قوي، يعني الاتنين كيلو بطاطس دول ب10 جنيه، الكيلو ب5 جنيه. بس انا مش هعملهم كلهم، انا هاخد كيلو اعمله باللحمه، وكيلو هعينه نكون عاملين مثلا كشري، عاملين عدس، عاملين اي حاجه، اسلقهم كده واحمرهم جنبهم كده بالفلفل. طبعا انا هاخد بقى البطاطس بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، اغسلها كويس واشيل بقى من عليها الطين، واخدها بقى كده واحده واحده ونقشرها كده بالقشره. طبعا بقى بنتي واقفه جنبي، كانت حابه يعني ايه ان هي تقف تساعدني وتتعلم ان هي تطبخ، بس هي ما استحملتش 5 دقايق، خدت بعضها وطلعت طارت على الاوضه بتاعتها، نامت. شوفوا البطاطسايه صغيره ازاي، بسم الله ما شاء الله. البطاطس ديت اصلا كمان تحمير، وكانت مسكرة قوي وحلوة، يعني انا لقيتها كده قلت ما شاء الله مفيش حاجة لسه ب5 جنيه، اما ناخد كده 2 كيلو. وزي ما انتوا شايفين ده حجمها، تنفع تتسلق وتنفع تتقور وتتعمل محشية زي ما انا هعملها كده دلوقتي. وفي نفس الوقت دي اكله بسيطه ويعني سهله، ما بتاخدش وقت. لو انت قايمه مثلا حاسه ان انت ما انتش قادره تطبخي ولا حاجه، يعني هي سهله على طول هتتعمل معاكي. دلوقتي بقى انا قشرت البطاطس بتاعتي زي ما انتوا شايفين. هخلص بقى ايه كل الكميه اللي هي الكيلو، انا قسمت الاتنين خدت كيلو معايا هنا. ده نص كيلو مفروم، طبعا احنا مش هنحشي بالنص المفروم ده كله خالص، انا هعصجه مره واحده علشان تاني يوم كنت هعمل جلاش. فانا اخدت تقريبا كده كوبايه من المفروم بعد ما اتعصج. المفروم بقى عندي هنا نص مفروم، اعملي حسب اللي عندك يعني، ربع عندك شويه صغيرين براحتك. انا هنا النص كيلو حطيت عليه 4 بصلات كبار، ومعايا هنا بهار لحمه بقى وفلفل اسود، ومعايا ملح. وطبعا بقى لو عندك حبهان، مستكة، ورق لورا، قرنفلايه، الحاجات دي كلها اللي هي بتدي ريحه حلوه دي حطي. وحطيت هنا كمان ايه معلقتين زيت كده، لان اللحمه ما كانش فيها اي دهون، كانت حمرا خالص. هنخلطهم كده ببعض. تمام كده، انا قلت لساندي يلا بقى باي باي انت كده بعد ما وقعت اللحمه. اهو زي ما انتم شايفين، هقلب بقى اللحمه بتاعتي كده بالبصل وادمجهم، واخدهم بقى على الايه، على البوتاجاز، ياخدوا الصدمة بقى ويستووا كده مع بعضهم. كان معايا هنا فلفل احمر ومعايا فلفل اصفر، هقطعهم كده علشان نزود اللحمة بتاعتنا، وكمان بيدي طعم كده وريحة حلوة قوي للعصاج. معايا هنا نص كده فلفلاية صفرة ونص فلفلاية حمرا، وهقطعهم زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزاها مكعبات صغيرة خالص. اول ما اللحمة بتخلص او يعني قبل ما اقفل عليها بدقيقتين، بقوم ضايفه عليها الفلفل ده، بيدي لون حلو وشكل جميل للحمه، وكمان بيزودها. تمام. يعني انا ما بفضلش الجزر خالص في العصاج، في ناس بتقول احنا بنزود اللحمه بالجزر وبنحط صويا وبنحط حمص وبنحط حاجات من دي. لا، انا بزودت فلفل، فلفل كمان مفيد، وفي نفس الوقت بيدي شكل حلو قوي للمفروم. تمام. قطعت انا بقى كده الفلفل بتاعي زي ما انتوا شايفين مكعبات، هضيفه بقى للحمه بتاعتنا قبل ما اقفل عليها بدقيقتين.
بحيث ما ينزلش الميه بتاعته، ويفضل كده يعني محتفظ بالميه جواه، وما ينزلش ميه بقى ونرجع نسوي اللحمه تاني. تمام. فعشان كده أنا بحطه في النهايه زي ما انتوا شايفين. شويه فلفل، انما ايه، عسل. مش عاوزه تضيفي الفلفل ده اختياري. دي بقى البطاطس بتاعتي اهي. دول الشويه اللي انا هقطعها بقى واحشيها. ده كيلو من البطاطس. بصوا هي صغيره، تقدري تقوريها بحالها كده. انا لا، انا عايزاها نصين عشان برضو ايه ترمي معايا كميه حلوه. انا قسمتها كده. حابه انتي تقوريها بحالها، مفيش مشكله. حابه تعمليها اللي هي القارب، تقوريها كده من المنتصف. براحتك، كل شيخ وليه طريقه. انا البطاطسايه بقسمها اتنين كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ ان انا اقور فيها. انا ما بشتغلش فيها بمقوره. انت شوفي انت بتعرفي تشتغلي بايه واشتغلي بيه. انا بجيب السكينه كده، السكينه بتاعه السفره دي، بتاعه الاكل. اولا ما هياش حاميه ومش بتعور خالص، وفي التقوير مية مية زي ما انت شايفه. بتقور، ما فيش في ثواني بتقور لك البطاطسايه. بتحبي انت تقوري في معالق شاي صغيره ديت، كنت الاول بقور بيها عادي. انما المقاور انا ما بعرفش، يعني في الطبيعي ما بعرفش امسك مقوره واقور بقى البتنجان والحاجات دي. بحب التملي اقور بالسكاكين. بس السكينه اللي هي زي ما قلت بتاعت السفره، اطباق السفره. طبعا القلب بتاع البطاطس احنا ما احناش هنرميه. احنا هنسيبه علشان نعمله فرشه للبطاطس. يعني شايفين انا بقور، وفي نفس الوقت سايبه التقوير في طبق. يعني انا اخدت التقوير بقى بتاع البطاطس، حطيته في طبق كده وسبته جنبي زي ما انتوا شايفين، قورتها كلها. ودي كمان اللحمه اهي اتعصجت. بصوا لونها شكلها عامل ازاي، جميله جدا. وكمان ضفت ليها الفلفل بعد ما قطعته يعني حطيته في النهاية زي ما انتم شايفين. شكله جميل فيها كده ومحتفظ بلونه وبميته. وكمان بيدي طعم حلو قوي. ويبقى كده كمان احنا زودنا اللحمة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين انا اخدت الكمية اللي انا محتاجاها للبطاطس. هي ما بتاخدش لحمة مفرومة كتير خالص. خدت الكمية اللي في الطبق ديت، والباقي شيلته بقى كده ايه في اي حافظة بقى بلاستيك، في اي طبق، في اي كيس، في اي حاجة. هفرغه كده بقى واشيله في الفريزر لتاني يوم، عشان استخدمه للجلاش. طبعا بقى في نفس الصينيه اللي انا معصجه فيها اللحمه، هسوي فيها البطاطس. ده العصاج بتاعي اهو، اشيله بقى كده ايه وعينه في الفريزر لتاني يوم. معايا هنا زي ما انتوا شايفين الفرشه اللي هحطها تحت البطاطس، ده قلب البطاطس اللي انا قورته. حطيت عليه كده عود بقدونس بيدي ريحه جميله جدا. بصوا الفرشه بقى، التقوير ما ترموهوش، عشان كده كده احنا هنفرشه في الصينيه. نجيب بقى كده شويه ملح وشويه بهار. البهار اللي انا حطيته ده بهار لحمه، بس هو لونه اصفر علشان بس ايه انا معليه في المونتاج الاضاءه، علشان بس الاضاءه عندي مش كويسه فهقلب اصفر كده. جبت بقى هنا بهار اللحمه، وحطيت بقى شويه بهار، شويه فلفل اسود وشويه ملح. حطيت على الفرشه اللي في الصينيه، وحطيت على البطاطس اللي في البوله. هنجيب بقى البطاطس بتاعتنا كده المقوره، ونحشيها اللحمه المفرومه بتاعتنا العصاج بايدك كده او بمعلقه زي ما تحبي، وبالطريقه اللي تريحك. رصي بقى البطاطس بتاعتك كده في الارضيه. انا عاملاها بقى كده ايه شكل قلب، علشان برضو العين يعني بتحب تشوف كل جميل. فلازم حتى وانت بتجهزي الاكل تجهزي في حاجه شكلها حلو. ترصي بطريقه حلوه، تقدمي بطريقه حلوه. تحطي في احلى اطباق عندك. بلاش قفله النيش على الاطباق بقى والمعالق والسكاكين والحاجات ديت. محدش ضامن عمره، عشان ما يجيش ناس تانية ربنا يديكوا الصحة تاخد حاجتكم وهي اللي تتمتع بيها. تتمتعي بحاجتك. معايا هنا بقى بعد ما خلصت كده رص البطاطس بتاعتي، جبت كده مكعب، نزلت بيه كده جوه كوباية او جوه طبق.
واكون غاليه كده كوبايه ميه مجهزاه كده على جنب، واخد كمان معلقه صلصه. ما عندكيش الصلصه مش لازم، هي بس بتدي طعم كده ولون حلو في التسويه. خدت كده معلقه صلصه ومكعب مرقه، وجبت كوبايه ميه مغليه، ونزلت بقى على المكعب بتاعنا، ماشي، ودوبته كده وسقيت البطاطس، وهدخلها بقى الفرن كده، اغطيها بورق فويل وادخلها الفرن كده تقريبا نص ساعة، او عاوزة تسويها من البوتاجاز من فوق وبعد كده تدخلها تحت الشواية براحتك. يا رب بقى تكون الوصفة عجبتكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.